وانا ليه ادفع مبلغ وقدره عشان نتغدى كريب او عشان ابسط ولادي واغديهم كريب او اعشيهم كريب؟ ما انا ممكن اعمله في البيت بانضف واوفر وابسط الطرق وكمان احلى كتير جدا، واعمل كميه كبيره جدا. يلا بينا نشوف عملنا الكريب ازاي بطريقه سهله وبسيطه جدا. معايا اول حاجه في الخلاط معايا كوبايه من الميه زي ما انتوا شايفين، وكوبايه من الحليب. المقادير دي مظبوطه جدا جدا. معايا عدد بيضايه واحده. هحط نص معلقه من الملح ورشة من الفلفل، ممكن خل او فانيليا. 3 معالق من الزيت، 3 معالق كبار من الزيت. هنزل عليهم بكوباية ونص من الدقيق. يبقى كوباية مية، كوباية لبن، بيضاية، كوباية ونص دقيق، رشة ملح، رشة فلفل. مش هحط اي حاجة تانية. وكده الكريب بتاعي بقى جاهز. هضربه كله في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين، وكده عجينة الكريب بتاعتي بقت جاهزة. ممكن نعمله اقتصادي عن كده من غير لا بيض ولا لبن، بس احنا عايزين نعمل حاجة تكون طعمها احلى كتير كتير من بتاعة بره ونضيفة ولادنا اللي هياكلوها. تمام. عايزة اقولك ان المقدار اللي احنا عملناه ده بيعمل 8 كريبات كبار. المقدار اللي احنا عملناه ده بيعمل 8 كريبات كبار. تمام. بضربه مع بعض في الخلاط وبعدين بديله تقليبه بالاسباتيولا كده عشان انزل الجوانب لو في اي دقيق ولا اي حاجه. بعد ما بتاكد ان كل حاجه اختلطت مع بعضها زي ما انتم شايفين كده اهو، شايفين القوام حلو قوي. بركنه على جنب لمده نص ساعه، وبعدين بجيب الجريلا بتاعتي او الطاسه ايا كان الموجود متوفر عندك، طاسه كبيره او الجريلا زي ما انتم شايفين بتاعت الكريب. بديها مسحه من الزيت وببتدي ان انا اصب عليها الخليط بتاعي كده زي ما انتم شايفين. بدي اول مره بس مسحه وبعد كده بشتغل على طول. طب لو انا ما عنديش صينيه تيفال او ما عنديش الصينيه بتاعه الكريب اعمل ايه؟ هتجيبي صينيه ألمونيا وتكفيها على النار وتخلي ظهرها لفوق وتديها برضو مسحه وتصب عليها الكريب وتعمليه في بالعجله بتاعه الكريب دي. تمام. وهكذا هبتدي بقى كل ما واحدة تستوي بقلبها على الجنب التاني وهكذا وهكذا لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. زي ما انتوا شايفين ما بياخدش مني وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. بصب المقدار على قد الطاسة بتاعتي واحركها يمين وشمال لحد ما اوزعه كويس في الطاسة اهو. اهو شايفين بيطلع معاكي مظبوط جدا وبسيط. واهم حاجة وانت شغالة عندك فوطة تحت وفوطة فوق وتحط في النص عشان ما ينشفش منك اهو. ادي الكريب ولا مش الكريب؟ عملنا بمنتهى السهولة والبساطة ولا لا؟ اي حد داخل المطبخ هيقدر يعمله. تمام اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. شايفين شكله؟ شايفين لونه؟ حلو قوي قوي بجد اهو. يلا بينا بقى نحشيه مع بعض. الحشو عندي انا عندي بانيه حمرته طبعا، عندي جبنه موزاريلا وقطعت طماطم وقطعت فلفل. عندك فلفل الوان حطي، عندك خس حطي، اللي تحبيه حطيه. انت اللي هتاكلي اي حاجه انت حباها حطيها. اعملي على الوش الاحمر على الوش الابيض، في تلك الاحوال كله شغال. انا حبيت اعمل على الوش الاحمر اللي بره ده بيبقى شكله حلو. حبيت احط شويه من الموزاريلا كده في الاول، حبه من الفلفل والطماطم زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا اقطع البانيه بتاعي كده. طبعا اي حشوه انت حباها تقدري تعمليها، سواء كفته، سواء جمبري، سواء ستريبس، شيش طاووق، اي حاجه انت حباها مفيش مشكله. تمام. وحطيت مايونيز وكاتشب وكمان حبه من الجبنه الموزاريلا وبركن على كده على جنب. تمام اهو. بخلص كل الكميه وبعدين بحمصها مع بعضها. شايفين الحشوه من جوه ما شاء الله تبارك الله. بجيب واحده تانية ممكن احط الكاتشب الاول اهو والمايونيز، مفيش اي مشكله. حبه من الموزاريلا، شرايح طماطم، تقدري تحطي كمان شرايح فلفل الوان حسب المتوفر عندك. تمام. ليه بقى نشتريه وندفع فيه دم قلبنا ده انا سامعه ان الواحد يعني ب65 و75. ليه؟ عشان ايه؟ تاني لو جبت ربع كيلو بانيه هتعملي منه كميه كبيره قوي قوي قوي، ولو حسبت التكلفه هتلاقي ان انت مش هتصرفي زي ما هتشتري. شايفين الشكل من منظر عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. كفايه نظافته وكفايه ان انت عاملاه بايديكي.
مش هتشتري حاجات كتير، يعني الكاتشب هتشتري كيسين 3 كاتشب، 4 هتشتري ب5 جنيه، مش حاجة برضه. تمام. وما نحرمش ولادنا من حاجة، ونعمل لهم كل اللي نفسهم فيه. احيانا كده بنبقى عايزين نفصل باكله، وهم كمان بيبقوا زهقوا وعايزين يفصلوا باكله، عايزين يشتروا من بره ومش عارفه ايه. دلعوا ولادكم وبسطوهم في البيت، احنا عايشين عشانهم وبس. اه انا بقصقص البانيه بالمقص عشان يكون اسهل ليا. طبعا زي ما انتم شايفين، لا الطبقه اللي عليه بتقع ولا بيجرى له حاجه ولا في اي حاجه، ولا بتفك ولا الكلام ده. خلصنا الكمية اللي احنا عايزينها. طبعا انا لسه بقى عندي كريب وبقى عندي بانيه وبقى عندي حاجات كتير، بس انا مش هعمل في الوقت الحالي غير هم 4 بس. شايفين شكله ما شاء الله تبارك الله، الحشوة كتير ما شاء الله ومخدوم. يلا بينا نقدر نحمصه بطريقتين. لو عندك توستر زي ده حمصيه فيه، مفيش اي مشكلة. عندك الجريل او الصينية او الحاجة اللي انت عملت فيها الكريب، هتسخنيها وتنزلي فيها بواحد وجنبيه واحد، ياخد تحميصة على كل جنب وتشيليه. تمام. فانا عند التوستر سخنته وحطيته كده زي ما انتوا شايفين اهو، لحد الجبنه بتاعتي مساحت ومطت كده، والتوستر والكريبايه اتحمصت من بره شويه، وخلاص هستكفى على كده. يا سلام لو تشموا الريحه اللي انا شماها، قد ايه الريحه طالعه تجنن بجد. العيال كانوا مبسوطين جدا جدا. جربوه في البيت والله بيطلع احلى كتير جدا من اللي هتجيبيه من بره، واوفر. زي ما قلت لك مش هتعملي نص التكلفه. بصوا الجمال، بصوا بقى مقرمش من بره، مش مقرمش اللي هو ناشف قوي. تمام. والجبنه سايحه ومطه وايه وحالتها حاله. نشيل بقى اي حاجه وقعت كده، مفيش اي مشكله، ونحط بقى ايه الكريبات بتاعتنا. تمام اهو، ونقفل عليها. طبعا لو مفيش توستر زي ما قلت هنعملها في الطاسه او الجريلا، مفيش اي مشكله. بصوا بصوا الجبنه، بصوا الجمال، بصوا الكريب عامل ازاي. شايفين الجبنه من جوه عامله ازاي سايحه ومطه عظمه عظمه. جنبيه بقى شويه شيبسي او بطاطس. البطاطس اليومين دول في السوق مش احسن حاجه، يعني قليل لما بنلاقي البطاطس القديمه بتاعت السنه اللي فاتت، لان البطاطس الجديده طلعت، وطبعا البطاطس الجديده مش بتاعه تحمير ابدا. تمام. انا قلبت الكريب كده عشان احمصه كويس، وبعدين ببتدي ان انا ارصه في الطبق التقديم بقى كده زي ما انتم شايفين اهو. اي حاجه وقعت منه حطيها، مفيش اي مشكله. بصوا الجمال اهو. البطاطس اهي مش احسن حاجه، دي بطاطس جديده يا جماعه، يعني اللي يلاقي بطاطس ام عين حمرا يجيب افضل حاجه. فجربوه بقى على الطريقه بتاعتي هتعجبكم جدا. من اول ما عملنا كريب، طبعا لو اتبقى عندك كريب اوعي ترميه ولا اي حاجه، في كيسه طبقي كل واحده لوحدها وشيليه في كيسه في الفريزر، ما بيجرالهوش اي حاجه. تقدري تعمليه كميه وتشيليه في الفريزر، تقدري تعملي البانيه او الستريبس او اي حاجه وتشيلها في الفريزر. وقت ما تعوزي هتشدي من الفريزر، تقلي الستريبس او البانيه بتاعك، مع تحطي شويه الحاجات في الكريبايه حمصيها على النار وبس كده. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش لايك وشير، جنبيه شويه المخلل بتاعنا، وما تنسينيش في الكومنتات الحلوه اللي زيكم بتسعدني قوي قوي. بصوا الجمال خطير.